معالي المستشاره مروه صفوت، اهلا بيك في مدينه فوة. حضرتك جاي تزورينا النهارده، ايه اللي بهر حضرتك او شد حضرتك عشان تيجي مدينه فوة؟ أكيد بهرني حاجات كتير جدا. أول حاجة أهل البلد الطيبين، تمام. ناسها اللي هم محترمين جدا، اللي هم استقبلوني بمنتهى يعني الحفاوة يعني مش عارفين يعملوا لي ايه ولا ايه ولا ايه بصراحة. نورتينا يا فندم، نورتينا يا فندم. حضرتك يا فندم من خلال تجولاتك في شوارع مدينه فوة، يا ترى ايه ابرز الحاجات اللي لفتت نظر سيادتك؟ هو انا الحقيقه لسه ما تجولتش لسه في الشارع لان لسه يعني بس اللي عجبني اللي هو الكريم والسجاجيد اللي كان معروض في الحديقه من شويه. حضرتك كلمه توجهها لابناء مدينه فوة تقول لهم ايه؟ بقول لهم ان الترابط والقوه اللي انتوا فيها دي حاجه جميله جدا، وان انتوا طول ما انتوا ايديكوا في ايدين بعض دايما طول ما البلد دي هتبقى حاجه كويسه. حاجه يا فندم، شايفه اهتمام السيد المحافظ الكبير قوي بمدينه فوة، ده يعكس على حضرتك ايه؟ رايي ان هو محافظ يعني مش هيجي زيه. ده صحيح. يعني محافظ متواضع مع الناس، مع الشعب، مع الشباب، عاوز يعمل حاجة، عاوز يعمل حاجة. تمام. وهو بالفعل عمل حاجة. كفاية قوي ان هو جمع أو يعني اولاد بلده، جمع الناس اللي من هنا ومن هنا ومن هنا من كافة انحاء المحافظات في مكان واحد اللي هي فوة. معالي المستشاره، تحياتي وتقديري، وحضرتك شرفت مدينه فوة.